ولا ارضكم ولا ارضنا. يلا كده يا حبايبي، يلا يلا من هنا. انا دلوقتي خلصت كل حاجة وزي الفل. البيت والارض اصبحوا ملكي وملك عيالي، وانا دلوقتي راح اخرج العيال من البيت والارض المفكرين ان هم لهم في البيت والارض وهم لهم الورث. امال مش ورث. ده هخرجهم دلوقتي وهتشوفوا هعمل فيهم ايه. امال مش ارض وبيت؟ دلوقتي هيخرجوا بره البيت وبره الارض، والبيت هيبقى ملكي وملك عيالي، والارض ملك وملك عيالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعالوا كده عايزكم في كلمتين، تعالوا كده بالصلاة على النبي. تعالوا كده صلوا بينا على النبي. عليه أفضل الصلاة والسلام. انا اخوكم الكبير ولا لا؟ أكيد. طيب انا دلوقتي ابوك الله يرحمه سايب لنا الارض وسايب لنا ايه؟ البيت. ربنا يرحمه وكلنا نقرا الفاتحه على روحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ربنا يرحمك يا رب يابا ويجعلك في الجنه ونعيمها. الارض دي ملك مين والبيت ده ملك مين؟ ممكن احنا كلنا. طيب كلام كويس جدا. انا دلوقتي بقول لكم انا البيت ده والارض اصبحوا ملك وملك عيالي. ازاي يعني؟ المفروض بالورق وبالقانون. انا معايا العقد وانا اللي واصي عنكم. بالورق والقانون العقد اهو بيثبت ان ملكيه الارض والبيت بتاعتي. لا، المفروض الارض والبيت كلنا الورث علينا. ما فيش، انتوا صغيرين ما تعرفوش ورث ولا الكلام ده. واحنا بعد كده هنروح نقعد فين بقى؟ انتوا تقعدوا في اي مكان، ما فيش لا ورث ولا الكلام ده خالص. انتوا من هنا ورايح هتقعدوا معايا ساكتين، هشيلكم على راسي. مش هتقعدوا معايا وكل واحد هيتكلم بكلمه. واحنا مكان مش بتاعنا يعني، وهنقعد فيه وهو بتاعنا. مفيش قعدان هنا. يعني وانتوا بعد دلوقتي الشغل ده كله مفيش حاجه اسمها كده. هتقعدوا هنا، مش عايز اسمع لحد في الدستور. مش هتقعدوا يلا اطلعوا بره من هنا، ولا ده ارضكم ولا دي بيتكم. مفكرين ارض ومعرفش ايه. ولا ده ناقص دي ارضنا. ولا ارضكم ولا ارضنا. هم وانزاح من على كتفي. سامحني يابا، والله يابا انا كان ودي ان انا اشيلهم بين عينيا، ولكن الزمن يابا صعب جدا. لازم حد يصفاله البيت والارض في الاخر، وانا اخوهم الكبير. مع الزمن معرفش بقى اللي كان هيتم معاهم. يتجوزوا جيزانهم يجوا ياخدوا منهم البيت والارض، لا. وانا عايش وفيا صحة وفيا قوة، دي فرصتي. انا مش ضامن عمري ومش ضامن ايه اللي يحصل لي بعد شوية. وايه اللي بيحصل لي؟ وايه اللي عمال يحصل لي؟ ايه اللي بيحصل معايا ده؟ ايه اللي بيحصل معايا ده؟ وايه اللي حصل لي؟ شوف الدكتورة كده ولا اي حد يجي يشوفني ان انا كده مش مظبوط خالص. ايه اللي حصل لي؟ انا كنت زي الفل من شوية. العيال يعت عليا ولا ايه بالظبط؟ ولا ايه اللي حصل لي؟ رد يا دكتورة. الو. ايوه يا دكتور، بعد اذنك بس تجيلي، اللي انا حاسس بشويه دوخه كده وشويه مضاعفات معرفش فيها ايه. جت فجاه كده مره واحده كده وانا قاعد، حسيت بدوخه كده وحاسس نفسي مش مظبوط. لا معرفش موضوع السكر ده، انا ما عملتش حوار اللي انا احلل سكر ولا كلام من ده. طيب بعد اذنك بس تعالي وشوفي ايه المطلوب وربنا يسهل ان شاء الله. ماشي، ما تتأخريش عليا بالله عليك يا دكتور. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. يا بابا الدكتورة جاية.
يا بنتي اتفضلي. اتفضلي يا دكتور. ازاي؟ الله يخليك يا دكتور. هو انت حاسس بايه؟ والله يا دكتور انا كنت مره واحده قاعد كده حسيت بدوخه، حسيت الدنيا كلها بتلف بيا كده، معرفش ايه اللي حصل لي ده فجاه كده مره واحده بدون مقدمات كده. فمعرفش والله انا لما حصل لي كده اتصلت عليك اعرفك ايه اللي حصل لي وايه اللي بيجرالي ده، فقلت اما شوف الدكتوره تطمن عليا يعني. يعني انت قبل كده اشتكيت من ضغط او سكر؟ والله ولا كان عندي سكر ولا عندي ضغط، وكان يعني انا كنت زي الجبل. فما اعرفش والله كده يا دكتوره، اطمني انت كده وطمنيني يا رب خير يا رب. يا رب خير يا رب. يا رب خير يا رب. طب انت لازمك اشاعة دلوقتي. في إيه يا دكتوره؟ انت قلقتيني كده. لما تعمل اشاعة كل حاجة هتبين. يعني انا عندي حاجه خطيره يا دكتوره؟ لا انت اعمل اشاعة بس وكل حاجة هتبين. السلام عليكم. ايوه يا دكتوره، اخبارك ايه؟ انا عملت الاشاعه اهو زي ما انت قلت لي بالظبط. لو سمحت انت قريبه من هنا؟ طيب ماشي، هنتظر حضرتك. ماشي اطمنيني. حاضر. طيب يلا ما تتاخريش عليا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا دكتور. معلش يا دكتوره تعبينك معانا. عملنا الاشعه يا دكتوره اهو، التحاليل وكل حاجه تمام، بس يا رب بس يكون خير وطمنينا يا دكتوره. هو أنا دلوقتي دوري اني اطمنك، بس مش هرضى اخبي عليك. اتفضلي يا دكتوره. بتخبي عليا ايه؟ قولي يا دكتور. انت عندك مرض خطير جدا يا ساتر يا رب. يا ونسبة ساتر يا رب. الشفاء بتاعته يعني قليلة جدا. اه فهقول لك حاجة نصيحة، اتفضلي يا دكتور. لو عملت حاجة وحشة في حياتك صلحها. مش انت نسبة الشفاء يعني خطير جدا ومش ليه علاج خالص. يعني مفيش اي علاج خالص يا دكتوره؟ لا خالص. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول فاستقبل نصيحتي اه وشوف انت عملت ايه غلط في حياتك وصلحه. متشكر جدا يا دكتوره، متشكر جدا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ترى أنا عملت إيه؟ عملت إيه؟ والله يا دكتورة يا ريتني اللي كشفت ولا عملت حاجة. يا رب أنا عملت إيه في حياتي؟ عملت إيه في حياتي؟ شكلهم كده، شكلهم كده لما أنا طلعت إخواتي من الأرض، ولما خرجتهم وضربتهم وهنتهم وأكلت براسهم. فالطبيعي هو ده اللي وصلني لكده. أنا قدامي فرصة واحدة قبل ما أموت أصحح الخطأ اللي أنا عملته وأتصل على إخواتي عشان يسامحوني. ربنا يا رب يسامحوني عشان خاطر لما أموت أقابل ربنا. ألو. أيوة يا أختي. معلش أيوة أنت أختي. معلش حقك عليا. متصل عليك عايزك ده عشان خاطر عايز أشوفك أنت وإخواتك كلهم. أنا تعبان جدا يا أختي، بموت يا أختي. الله يسلمك. هتيجوا يعني؟ بالله عليكي ما تضيع الفرصة ديت، أنا قبل ما أموت عايز أشوفك. ماشي يلا سلام. سلام مستنيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اخواتي. ألف سلام عليك يا أخوي. الله يسلمك. ألف سلام عليك يا أخوي. الله يسلمك. ألف سلام عليك يا أخوي. الله يسلمك.
انا جبتكم عشان خاطر بس اقول لكم على حاجه انا خبيتها عنكم. انا كشفت والدكتوره قالت لي ان انت املك في الدنيا مستحيل واخر حياتك خلاص او حياتك قربت. فعشان خاطر قبل ما اموت اللحظه اللي انا كنت بتمناها ان انا اشوفكم قدام عيني وتكون دي اخر حاجه في حياتي. وعايز بس قبل ما اموت ده العقد اللي انا كنت كاتبه ما بينكم او اللي انا كنت كاتبه ليا علشان خاطر الارض. احنا مش عايزين حاجة منك يا اخويا. العقد اهو، الارض ارضكم والبيت بيتكم، بس سامحوني. مسامحين. سامحيني يا وفاء، مسامحين. سامحيني يا سيدي، مسامحين. سامحيني يا نن. مسامحين. اللحظة اللي أنا كنت مستنيها ربنا كاتب لي عمر، والحمد لله لو ربنا كاتب لي عمر ده أنا أشوفه في اللحظة الأخيرة في حياتي. أنا طمعت عليكم طمعي، ربنا ردهولي في التعب في المرض وكمان في الموت. أنا كان من زمان المفروض آخدكم في حضني، المفروض أقول لكم الأب وأقول لكم الأخ وأقول لكم كل حاجة، ولكن عملت نفسي كده فضل. أكلت مراسي ورميتكم في الشارع لقاس عليكم. يا بنتي سامحوني، يا بنتي سامحوني. اخويا 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 فين؟ اخويا 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 اخويا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالتنا يعني او الفيديو بتاعنا خلص ورسالتنا وصلت، ويا رب يكون الفيديو ده نال اعجابكم. ونأسف لو كان الصوت مش افضل حاجة، ولكن على قدر الامكان بنحاول يعني نجتهد ونحاول نوصل رسالتنا لكل المشاهدين. طبعا الفيديو ده ليه رسالة قوية جدا ورسالة معبرة وبتحصل في كل بيت في مجتمعنا العربي، مش عايز اقول في مصر. الرسالة ايه هي يا منى؟ ما ناخدش حق حد، وان احنا ما ناكلش حق حد. طيب احنا دلوقتي يا جماعه بنتكلم عن الورث، وان هو مفيش حد ياخد حق حد، وان الورث يعني لازم يتوزع بالعدل، وان اللي ياكل حق حد الدنيا دايره، وربنا عمره ما بيرضى بالظلم، ولكل ظالم نهايه. وطبعا رسالتنا وصلت، ويا رب الفيديو ده ينال اعجابكم عشان ما نطولش عليكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم وحلقه قادمه. نشوفكم على خير. مع السلامة. باي باي.